السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيانين ووصلكم فيديوهاتي وانتم في احسن الاحوال كالعاده. اليوم البنات كيف ما عودتكم انني نجيب لكم دائما الوصفات الرائعه التجميليه وحتى الوصفات اللي كتكون معالجه. علاش لا؟ انا فقط البنات كنتبع داكشي اللي كطلبوه مني، فقناتي هي قناتكم. اي وحده عندها اي مشكل سواء بالبشره الشعر او الجسم فقط تواصل معايا على الانستغرام ديالي اللي غادي نخليه لكم هنا. راه حتى هو داير فيه نفس الاسم ديال القناه باش هكا يسهل عليكم انكم تلقاوه. فاليوم البنات غادي يكون الوصفه ديال اليوم او لا المشكل اللي غادي نعالجوه اليوم هو مشكل غادي يكون خاص بالوجه. هذا طلب من متتبعه من المتتبعات ديالي. اكيد كيف ما قلت لكم غير اقترحوا عليا البنات المشاكل اللي كتعانيو منها وانا غادي نكون راه الاشاره وغادي نجيب لكم وصفات رائعه جدا. اليوم البنات غادي نعالجوا مشكل ديال الكلف اللي كيكون عندنا في الوجه ديالنا، لي طاش نواغ اون جينيرال. وصفه اللي غادي تكون خطيره سواء في التبييض، في ازاله البقع السوداء، في توحيد اللون. يعني هذه الوصفه غادي تكون كامله مكموله بحكم انني لقيت ان هذه الوصفات التجميليه الخاصه بالوجه خصوصا التبييض، شد البشره، هادو كاملين كيكون عليهم اقبال بزاف وكيسولوني عليهم البنات بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نعالجوا المشكل اللي قلت لكم ديال الكلف بوصفات غير من الدار. غادي نديروا حويجات غزالين بزاف اللي غادي يبهروكم. فقط البنات ما تنساوش المداومه باش هكا تلقاو النتيجه اللي بغيتو، وما تنساونيش بالدعوات ديالكم. دابا البنات ندوزو نشوفوا المكونات. غادي نحتاج 3 ديال المكونات رئيسيه. اول مكون هي الحلبه، ثاني مكون هو الارز او الروز الابيض، من الاحسن يكون الروز ابيض، وثالث مكون هو الخرقوم. يفضل اننا نستعملوا الخرقوم البلدي، هو اللي امين باش نوضعوه على البشره ديالنا. وصافي البنات، هادو هما 3 ديال المكونات الرئيسيين اللي غادي نستعملوهم في هذه الوصفه. يلا خليكم معايا. بالنسبه للحلبه غادي نحتاج قياس معلقه كبيره، غادي نطحنها البنات. في هذه الوصفه غادي نحتاجها تكون مطحونه. والروز لا، الروز ماشي مشكل، غادي نحتاجو هكاك حبيبات. ودابا البنات غادي ندوز نطحن الحلبه. وصافي دابا هي واجده ان شاء الله باش نبدا الوصفه ديالي. اول حاجه غادي نبداو بها غير هي غادي نحتاج معلقه، قياس معلقه كبيره ديال الحلبه مطحونه. غادي نضيف هنا كاس ديال الماء يكون عادي بارد. غادي نحاول نحرك هاد المكونات مزيان. بالنسبه للارز البنات غادي نحتاجو هكا ما يكونش مطحون، حتى هو قياس معلقه كبيره. ونزيد نحرك واحد شويه. ودابا غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي. وغادي نحاول ندمج العناصر كامله ان شاء الله. غادي نوضع الخليط ديالي على نار هادئه وغادي نداوم على التحريك حتى ان شاء الله يبدا يغلى ليا هادشي مزيان. ومن بعد ما غادي يغلى غادي نتسنى عليه واحد 5 ديال الدقائق. وصافي البنات وغادي نطفي عليه ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال الخليط، هكا خصو يكون. صافي من بعد ما كيغلى غادي نخليه كيف ما قلت لكم 5 ديال الدقائق من بعد ما كيغلى. وصافي وغادي نطفي عليه البوطه وهكا غادي تكون الوصفه ديالي جاهزه. عندنا البنات غادي نجيب واحد الاناء اللي ضروري يكون زجاجي حيت المكون اللي عندي مازال سخون. وغادي نبدا نصفي الخلطه ديالي. وبالنسبه للاخوات اللي كتبغي الكونتيتي تكون اكثر او الكميه اكثر فممكن انها تضاعف المكونات.
كيف ما عودتكم دائما في كل وصفة تجميلية كنحاول انني ندعمها مكونات او زيوت اللي كتزيد من الفعاليه ديال هاد الوصفه. فانا ضفت هنا معلقه صغيره ديال جيل ديال الوفيرا، وهنا عندي زيت ارغان. ممكن انكم تستعملوا زيت الجليسيرين او زيت اللوز الحلو. كلنا كنعرفوا مدى اهميه الحلبه بالنسبه للبشره ديالنا، وكنعرف ان بزاف ديال الناس اللي ما كيبغوش يستعملوها على ود الريحه اللي فيها. فهاد الجل ديال الوفيرا غطى تماما على الرائحه ديال الحلبه، يعني ما كاينش الاثر ديال الريحه ديال الحلبه في هاد الوصفه. فالرائحه جد رائعه البنات، غادي تعجبكم بزاف وغادي تنال الاعجاب ديالكم. فما عليكم الا تنوضوا وتحيدوا عليكم العكس وتجربوا الوصفه ان شاء الله. هنا البنات كنكون وجدت مكون رائع جدا اللي غادي يهنيني بزاف ديال المشاكل في مده ديال 10 دقائق فقط. فما تعجزوش وحاولوا تصنعوا هذا الكريم الرائع اللي فيه واحد لابغيونس خطيره جدا، وهذه هي لا تكستور ديالو. الصراحه جا رائع رائع، الريحه يا سلام. وبالنسبه للاحتفاظ ديالو او التخزين ديالو، فاني غادي نوضعه في اناء اللي غادي يكون يا اما زجاجي او بلاستيكي من النوع الجيد. غادي نحتفظ به في الثلاجه لمده ديال اسبوعين فقط، ومن بعد نجدد الوصفه. ما عودتكم دائما في نهايه كل وصفه كنشرحوا الطريقه ديال الاستعمال ديال كل وصفه كنقدمها لكم. فبالنسبه لهذه الوصفه فهي جد رائعه ممتازه، غادي تهنيكم من بزاف ديال المشاكل. هذه الوصفه خاصه للناس اللي كيعانيوا من اثار ديال البقع الداكنه في الوجه مثل النمش والكلف. البنات اللي صعيب انه يتحيد، فهاد الوصفه غادي تهنيكم من الكلف، خصيصا الناس ديال الكلف والناس اللي عندهم اثار ديال البقع الصعيبه اللي ما غتبغيش تحيد، فغادي تحيد لكم بهذه الوصفه. فقط البنات المداومه، ودائما غادي نستعملها كل ليله، يعني كل نهار نستعملها، ما تخافيش منها حيت وصفه طبيعيه 100%. وممكن انك تستعمليها حتى على الذره ديال العين باش تبيضي هكا اللوتور ديال العين ديالك. فهاد الوصفه امنه جد ممتازه. فقط البنات خصكم تداوموا عليها، استمراريه في كل وصفه كنعطيها لكم حيت ما فيهاش لي برودوي شيميك، دونك كتبغي الاستمراريه باش هكا تعطي نتيجه. فهاد الوصفات كاملين اللي كنقدم لكم كل نهار استعملوا وصفه باش هكا تلقاو تغيير في الوجه ديالكم، وانا كنوعدكم انكم غادي تفرحوا وغادي تبان لكم النتيجه في الوجه ديالكم. فهاد الوصفه كنتمنىها انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. وصفه طبيعيه سهله التحضير، مكونات جد بسيطه. اكيد البنات غادي تعطيكم نتائج، فقط المداومه اللي جربتها ما تنسانيش بالتعيوات ديالها. ما تنسونيش اكيد باللايكات والاشتراكات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش دائما تدوم التواصل وتشجعوني حتى انا نقدم لكم دائما افضل. ملتقانا غادي يتجدد فيديو جاي ان شاء الله مع وصفه جديده، وهانتم معايا.